احمد مكي الكبير قوي. يا عم انا عارف اني هتكلم على الغاوي، بس اقسم لك بالله احمد مكي ضربني على وشي، مش انا بس، ده ضرب الوسط الفني كله على وشه وقال له انا الكبير قوي. هنتكلم النهارده على الغاوي وعلى الحوار اللي عامله احمد مكي ومسلفنه ومغلفه تغليفه هدايا ومقدمه لنا على طبق من فضه في رمضان. خلانا نعمل كده ننظف الوساخه اللي توسخنا بيها في المسلسلات اللي قبل كده. فيلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس، وحاجه مهمه لازم اقولها لك: 99.9 من الاطباء النفسيين ينصحونا بمتابعتي. ليه؟ لان انا واد جامد وبصير الضحك وهبهدلهم. هنتكلم النهارده على الغول احمد مكي. احمد مكي عامل مسلسل اسمه الغاوي، كلنا طبعا شفناه. انا قبل ما اشوف المسلسل كنت مقتنع انه هيبقى مسلسل كويس ومسلسل جامد ومسلسل جميل، لكن انا اشوف بس حلقتين يطلع مسلسل جامد، مسلسل جاحد، مسلسل مفيش منه اتنين، يبقى ده المسلسل اللي لازم تراهن عليه في رمضان. الغاوي. شفت احمد مكي بيقول لبتوع التمثيل ايه؟ بيقول لهم الكلام اللي احنا بنقوله على طول: يا جدعان مش لازم ابقى في منطقه شعبيه واقعد اتكلم كده. ايه يا زميلي؟ طب اقول لكم على حاجه، انا ساكن في شبرا الخيمه، منطقه شعبيه بحته، وما بنتكلمش بالطريقه ديت ولا بنلبس اللبس دوت ولا بنتخانق الخناقات ديت. والله العظيم كل حاجه ليها اصول عندنا، والمناطق الشعبيه كلها تما ما بيتكلموش كده خالص. واقول لكم على حاجه تانية: اللي بيقول الكلام ده في المسلسلات الشعبيه لو جه قالوا عندنا بنعتبره تكايه. ولو حد من منطقه غريبه جه عندنا المناطق الشعبيه بتاعتنا وبيتكلم بالطريقه ديت عشان يبين ان هو صايع، كلنا بنقول عليه في نفس واحد: الواد ده شنب، مش من المنطقه وجاي يشنب علينا. ليه؟ لان مفيش الكلام ده اصلا. فاحمد مكي عمل مسلسل جميل، قال لهم انا صايع، بعمل كل اللي انتوا بتعملوه، بس مش لازم اقول الدنيا جايه واقعد بق زي العوضي كده اللي مسلسله فشل وقاعد يقول للجانه قولوا ان انا رقم واحد. احمد مكي في حلقه اولى بس عمل حاجه غريبه قوي، خلاني انا عينيا تدمع ان كزبره مات. يا راجل حرام عليك كزبره. انا بقى ما بحبش تمثيل الفئه بتاعت العيال دي اللي هي بتاعت المهرجانات، حنجره وكزبره وعنبه وحمو بيكا وحسن شاكو، ما بحبش الكلام ده خالص وما بتفاعلش معاه. كنت بعتب وبتخانق مع دكتور اشرف زكي خطيب المهنه التمثيليه ان ازاي العيال دي تمثل. بتلف الايام ويجي مكي يخليني انا ازعل ان كزبره مات معاه في حلقه. ليه؟ الموضوع مش موضوع كزبره خالص، لا، هي حبكه خلاك تتعاطف معاه وتقول الواد ده مظلوم، وبعد كده يروح يتضرب وكمان يتظلم تاني، وبعد كده يموت في حضنه. خلي بالك احنا كلنا تعاطفنا ان هو مات في حضنه، لان احنا كلنا عشنا الحاجات دي، كلنا افترقنا وفارقنا ناس كانوا في حضننا وماتوا، فلما بيموتوا في حضننا بيبقى الموضوع صعب قوي. فانا لما شفت الحوار ان هو مات في حضنه وزعل عليه، فانا كمان زعلت. وغير كده ان احمد مكي ممثل جاحد. يا عم احمد يا مكي انت ممثل جاحد، عشان بس الناس اللي بتقولك ايه انت اصلا كاره نفسك يا محمد يا عصمت وبتقعد تقطع في الممثلين ومفيش حد عاجبك. اهو احمد مكي انت ممثل جاحد، انت ممثل جامد، انت بتعمل حاجه فوق الخيال تخليني قاعد متكيف متشوق للحلقه الجايه من غير اي اسفاف ومن غير اي حوار. انا دلوقتي كل يوم بستنى الساعه 7 عشان اتفرج على غاوي. فشابوه احمد مكي، شابوه كل صناع العمل بجد. انتوا علمتوا على محمد رمضان، على احمد العوضي، على كل الهق والمق والفيك اللي بيعملوه دول اتداس عليه. فانا بجد بشكر اسره المسلسل جدا، وبقول لكم ربنا يكرمكم في اللي جاي، وعايزين من ده على طول، واللي عنده من ده بيقلدنا ترند اهو. بنعرف نكتب برضه شعبي بس حاجه كويسه. فرجاء من كل المسؤولين في الوسط الفني اللي بيعملوا مسلسلات هجص في هجص زي فهد البطل ومسلسلات محمد رمضان والشبيحه الجامدين قوي الحوارات ده، انتوا ما بتعرفوش تكتبوا شعبي، ما بتعرفوش تكتبوا اي حاجه عن المناطق الشعبيه، ما تعرفوش ثقافات المناطق الشعبيه، فبعد اذنكم ما تفتوش وما تهروش. انا مش عايز اقول لكم اصلا الناس دي فعلا ما بتعرفش تكتب. تعالوا اقعدوا معانا واتفرجوا. يعني انا كان في منتج فني قريب بيكلمني بيقول لي يا دي انت من شبرا، لا احكي لي عن المنطقه بتاعتكم. فحكيت له، قعد يقول لي ايه ده اللي انت بتقوله دوت عكس اللي احنا بنشوفه في المسلسلات اللي احنا بنعملها. قلت له يا باشا انت المؤلف بتاعك قاعد في الرحاب، قاعد في الشيخ زايد، قاعد في اكتوبر، قاعد في كومباوند نضيف، هيعرف منين الحياه دي؟ احنا بس اللي عايشينها وعايشين وسطها، انتوا بتهجصوا اي تهجيص وبتقدموا بلح. قام قال لي طب بص يا دي عصمت، ان شاء الله والله قريب
هقعد معاك ونحاول نشتغل على مسلسل كده انا وانت ونقول يا رب. قلت له يا باشا ان شاء الله هعمل لك حاجه تقول لك ان فعلا مش لازم يبقى البطل بتاعي شعبي وقاعد بيعوج في بقه. فمكي سبقني وانا مبسوط ان هو قال ده، بس زعلان ان هو ايه سبقني. بس دي ايه غيره حلوه، غيره فيها المنافسه، لان انا راجل نظيف وبحب ان الفن يبقى نظيف. فبعد اذنكم يلي شغالين في المتحده نظفوا بقى اوراقكم. يعني انت عامل فهد البطل واقع، يعني انت عامل مسلسلات تانية انا ما اعرفش مين اللي عمل شباب امراه. شباب امراه ايه بس وزفت ايه هتخلوني الطم؟ ده انا بقلب كده بالصدفه لقيت شفاعات ودكتور قلت في ايه ده هم عاملين شباب امراه؟ ده هكس اللي بيصرف ملايين في الاونطه ده انا ما اعرفش. فبعد اذن المتحده يلي عملتي الغاوي، عايزين بقى نقطه من اول السطر ونظبط كل المسلسلات الجايه. سيبكم بقى من الام بي سي وتركي آل الشيخ والحاجات اللي متبهدله دي، اللي انا هعمل لها فيديو مخصوص. يعني انا هعمل فيديو مخصوص هناشد فيه سياده الريس ان في ناس بوظت الفن عندنا وقصد الفن. بس انا دلوقتي هتكلم في الحاجه الحلوه، احمد مكي. فلما يكون عندنا مسلسل حلو لازم هنتكلم عليه. فانت يا باشا اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، وكل شويه هنزل لك مسلسل حلو اكلمك عليه حلو قوي 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 واشكر لك فيه، ومسلسل وحش اسلخهولك. خلاص، سلام عليكم.